بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بك وحلقه جديده ورياكت جديد مع هشام. الف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، مجلس ادارته، كل حاجه تخص النادي الاهلي. الفوز بالدوري العام رسميا. طبعا انا باركت الدوري الماتش اللي فات، بس باكد على الكلمه. وكمان النهارده الاهلي يهزم نادي الزمالك باربع اهداف مقابل هدف واحد. هنتكلم عن الماتش النهارده. الاهلي قدم شوط اول رائع جدا جدا جدا. تفوق فيه مارسيل كولر على اسوريو. طبعا نادي الزمالك بدأ الماتش بهبل كده في التشكيل. انا اول ما شفت التشكيل قلت وسط الملعب خلاص بقى بتاع الاهلي. طبعا يعني ربنا يسامحه مخرج الماتش وهو بيعيد اللقطه. الجون الاول جه كلنا شفناه في الاعاده. طبعا مرتضى هيطلع يتكلم على الجون ده يقول العفريت هو اللي جابه. حد فيكم شاف الجون يا جماعه؟ محدش شافه الا في الاعاده زي هدف محمد عبد المنعم في الوداد. نسيبنا بقى من المختل ده ونتكلم على الماتش. الشوط الاول بدأ بان الاهلي ماسك كوره. لعب سهل، لعب على هادي. الاهلي ما كانش مستعجل خالص، الاهلي بيلعب على هادي قوي. هوبا سجل جون. الاهلي فضل مكمل على لعبه، ونادي الزمالك مستسلم خالص، ما فيش نص ملعب عنده، مش عارف يبني هجمه، مش عارف يعمل حاجه. لعيبه الاهلي فضلت تلعب اللعب اللي هو السهل الممتنع ده، وقفشه جاب كره في العارضه، كهربا ضيع جون وهو جوه الستة ياردة. الزمالك جات له فرصه واحده بس عن طريق اخطاء في التغطيه ورا. هي كانت هجمه واحده بس في الشوط الاولاني. في ضربه جزاء للنادي الاهلي بتاعت حسين الشحات. كله عمال يقول لك لا مش ضربه جزاء، لا حسين الشحات مشدود من الفانيلا من ورا، وهو معدي من قدامه مشدود من الفانيلا، وكانت ضربه جزاء وما اتحسبتش. طبعا الفار يعني والاحتواء بتاعه. طبعا الاهلي جاب التاني، وفي اخر الشوط معلول جاب التالت. انتهى الشوط الاول 3-0. كل طبعا جماهير الاهلي قالت خلاص الاهلي هيعمل الحفله. انا ما بيني وما بين نفسي كده، انا ما اتكلمتش في اي حاجه خالص غير اللي انا ايه يعني علقت كده ايه على الفيس الحاجات اللي هي ايه المستفزه دي. انتوا عارفين ان احنا جمهور كلح يعني. المهم انا كان في قرارة نفسي جوايا ان الاهلي الشوط الثاني هيقوم واخد له تعسيله. كان لعيبه الاهلي نازله مستسهله الماتش، خلاص كسب، مش حدش عايز يهين نفسه. كله واقف بيلعب على الواقف. طبعا نادي الزمالك غير بقى تشكيلته ونزل الناس نص ملعب عشان يحاول يمسك نص الملعب، مع نوم لعيبه الاهلي خالص، واستسهالهم واستعراضهم واستهتارهم. طبعا يعني كله محدش يسلم من الكلام ده. كله استهتر وكله كان بيلعب يعني في كور كده كانت تخلص لو في تركيز. لا حتى الشناوي والله، يعني حتى الشناوي ومعلول كله مش هظلم حد. الزمالك استغل الموقف، هوبا جات له ضربة جزاء طبعا بقانون الاحتواء. حد يقول لي ايه ده، هي دي مش ضربة جزاء؟ لا هي الكرة فاول من الاول، الكرة فاول من الاول. يعني انت لو حضرتك اخدت بالك من الكورة اللي انا هعرضها لك دي، لا الكورة فاول يا جماعة. حتى شوف اللقطة دي كده هتلاقي محمد عبد المنعم وهو رايح على الكورة في الاول اتشد. محمد عبد المنعم اتشد. فطبعا الناس اللي قاعدة على الفار اهم حاجة الموسيقار ما يجيبهمش باي كلمة ولا يشتم ولا يعمل. فنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ كبر دماغك من الشده لمحمد عبد المنعم، احسبها ضربه جزاء. حتى ما عادوش اللقطه. هو حد شاف الفار؟ ده راح بص على الفار ورجع، ما خدش ثانيه، والله ما خد ثانيه. ده جون احتواء، ده ضربه جزاء احتواء فقط. طبعا الكرة اللي بعد كده اللي اسلجت صدور الاهلاويه، الكرة بتاعت العارضه بتاعت زيزو، ده علشان نحرق دمكم بس يعني انا كنت مبسوط الصراحه والكره بتخبط في العارضه، رغم ان هو استهتار برضو استهتار. ده واحد ما بيلعبش الا على ضربات الجزاء وبيشوط من بره بس، اقفل عليه بس، سهله وبسيطه يعني. طبعا الكره بتاعت نضاي اللي الشناوي طلعه جت في العارضه، ده كله بسبب استهتار لعيبه الاهلي. اوكي ماشي، وسوريو خلاص نازل نص ملعب حاول يلعب بتوازن، بس احنا كان عندنا استهتار كبير جدا. ده اللي ادى الفرصه للزمالك اللي هو ها يبان اللي هو كويس.
لو تلاحظ في الشوط الثاني الاهلي ضيع بتاع 3 4 اجوان برضو. يعني رغم ان الزمالك اتحسن بس الاهلي ضيع برضو، ضيع كتير انفرادات. وطبعا جه محمد شريف المخيف في الاخر راح هوب مخلص. والكرة اللي بعدها يا ريت محمد هاني بس ما كانتش قلش، ولا كانت اترفعت لمحمد شريف على طول من طاهر محمد طاهر، كان الخامس هيلسوع الدنيا. في بس حاجة واحدة بس حابب اتكلم فيها، محدش اتكلم عليها خالص قبل الماتش. كله قاعد يقول لك ايه ده الزمالك ما انسحبش ليه، ده كهربا هيلعب. ده الزمالك انسحب عشان كهربا كان هيلعب في السوبر. طب ما هو هيلعب اهو، انت ما انسحبتش ليه؟ وكله نسي حاجة مهمة جدا سيادة الموسيقار ابو حديدة كان مأكد عليها، اللي هي لو في حكم مصري هو اللي حكم الماتش ومش حكم اجنبي انا هنسحب. على فكرة اعلنوا ان التحكيم مصري على فكرة، وجيتوا لعبتوا برضو وحلفت بالطلاق. ولا انت مش رئيس النادي ولا ايه؟ اصل هم كانوا مقدمين ورقه كده اللي هيحضر الماتش وحاطين اسمه اول واحد وكاتبين رئيس النادي. انا مش عارف رابطه الانديه لما جالها البتاعه دي اعتمدته ولا ايه، اصل ما سمعناش حاجه. هو في ايه يا جماعه؟ احنا لحد امتى الغلط بيتعمل وكله بيسكت؟ هو لسان مرتضى قد كده يعني، ولا ماسك عليكم كلكم زله؟ انا عايز افهم بس. يعني ايه نادي الزمالك يبعت ان رئيس النادي مرتضى منصور وهو معزول خلاص؟ انا عارف اللي هو قاعد في النادي وهو اللي بيدير، بس المفروض ورقه رسميه تجيلي ما يكونش فيها اسم الشخص ده اصلا. لكن ولا حاجه بتطبق ولا اي حاجه. طبعا احنا مالنا، ده نادي الزمالك. هو على العموم مرتضى منصور ده مكسب للاهلي اصلا، مكسب لينا، مكسب لينا بجد. انتوا ماده للضحك. الف مبروك للنادي الاهلي. ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت اللعيبه لازم يبقى عندها خبره اكبر من كده في التعامل مع، ما ينفعش الاستهتار يا جماعه. ما ينفعش في الاستهتار مع الناس انت عارفين لو الزمالك كان جاب جون التاني ولا تعادل كان صدعنا كام يوم، كام سنه كنا هنصدع بسبب اللي هم اتعادلوا بعد ما كانوا مغلوبين 3. لموا نفسكم شويه، استرجلوا كده. بس الف الف مبروك. صحيح نسيت قبل ما اقفل، هو ايه اللي اسوريو عمله ده بعد الماتش؟ انتوا ما شفتوش بعد الماتش؟ ما شفتوش اللقطه اللي هو عملها؟ اولا بين الشوطين كان وهو راجع، بعد ما وهم داخلين الشوط الثاني كان قاعد يتكلم مع لعيبه الاهلي كده، وبعد الماتش قاعد يزعق لمحمد عبد المنعم. وفي الاخر اتكلم في المؤتمر الصحفي قال انتوا بتقعدوا تستعرضوا. انا زعقت للعيب بتاعي لما استعرض، لما يكون فريق خسران ما تقعدش تستعرض. وانت مالك؟ انت مالك؟ استعرض زي ما انا عايز يا عم، بستفزك يا عم، وانت مالك؟ لا استعرض زمان، وانت اللي غلط. المفروض انت ما تتكلمش مع اي لعيب. اتعلم يا حبيبي، اتعلم، بس اتعلم انت الاول وافهم كده واعرف طبيعة اللاعب ايه والمدرب ايه وحقوق مين ايه ومين يتكلم مع مين، وبعد كده يبقى اتكلم وعلق في المؤتمر الصحفي. احنا اللي كسبان يعمل اللي هو عايزه. عايز حاجة تاني؟ تصبح على خير.